السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. انتكاسة وهزيمة تاريخية. ردود فعل الصحف الأسبانية بعد خسارة برشلونة أمام الأهلي. سلطت الصحف الأسبانية الضوء على سقوط برشلونة أمام الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024، والتي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة. وحقق الأهلي انتصارا تاريخيا على برشلونة بنتيجة 32-29 في مباراة تحديد المركز الثالث، لتحقق يد المارد الأحمر الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية لكرة اليد. وتعد هذه هي الميدالية البرونزية الأولى في تاريخ الأهلي بمونديال اليد، علما أنه حصد الفضية في 2007. واستعرض في هذا التقرير أبرز ردود فعل الصحف الأسبانية بعد خسارة برشلونة أمام الأهلي. في صحيفة اسمها موندو ديبورتوفا: انتكاسة وهزيمة تاريخية لبرشلونة. تعرض برشلونة لانتكاسة وهزيمة تاريخية أمام الأهلي في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية لكرة اليد بنتيجة 32-29. وتقول الصحيفة: وقد تلقى بذلك برشلونة صاحب الرقم القياسي في البطولة ب5 ألقاب، الهزيمة للمرة الأولى أمام فريق غير أوروبي ببطولة العالم للأندية لكرة اليد. وتلقى بذلك برشلونة الهزيمة المرة الأولى، وكان الأهلي مثل الثيران بعدما فرض سيطرته أمام برشلونة الذي كان متسرعا في الهجوم وضعيفا في الدفاع. صحيفة ماركا قالت: الأهلي ينتقم والبرصا يضيع البرونزية. سار الأهلي المصري من برشلونة اليوم الخميس بفوزه في صراع المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية لكرة اليد 29-32. ولم يستطع بطل أوروبا في حظ الميدالية البرونزية بسبب سوء أداء والدفاع في مباراتهما أمام الأهلي، وفي غياب الحافز الذي يمثله الصراع على اللقب. كان رجال السيفان مادسن الأهلي هم الوحيدون الذين قاولوا التحدي الحصول على الميدالية البرونزية وتفوقوا على برشلونة. صحيفة سبورت قالت: برشلونة ضحية الأخطاء أمام الأهلي. دفع برشلونة ثمن أخطاء أمام الأهلي بعدما خسر مباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية لكرة اليد، ولم يكن الفريق الكتالوني في مستواه، وخسر المعركة أمام الأهلي. وارتكب برشلونة أخطاء غير عادية، تحديدا في أول 20 دقيقة، وهما تسبب في تفوق الأهلي بالشوط الأول بنتيجة 18-15. واستمر البرصا في التقدم حتى قلص النتيجة إلى 21-20، قبل أن يجعلها عبد الرحمن طه 22-20. وفي ذلك الوقت استعاد الأهلي قوته الهجومية، بينما افتقد وسط برشلونة أحد أهم لاعبيه تياجو بيتروس. واستطاع الأهلي رغم الإثارة المتأخرة أن يحتفل بالفوز في النهاية بنتيجة 32-29. الموقع الرسمي لبرشلونة قال: سقط برشلونة في المباراة البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد أمام الأهلي لينهي منافساته في المركز الرابع. ولم يتمكن رجال كارلوس أورتيجا من الفوز على الأهلي في المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع. وقدم الأهلي مباراة خطيرة للغاية، حيث تمكن من هز دفاع برشلونة بفاعلية هجومية. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.